يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تكفير الساب لله والمستهزئ بالقرآن؟ إيش؟ تكفير من يسب الله ويستهزئ بالقرآن، مثل من يقول دعنا من قل هو الله أحد. دعنا إيش؟ دعنا من قل هو الله أحد. يقول هل هذا التكفير خاص بأهل العلم أم جميع من يعني يسمع بهذا يكفر القائل؟ أقول مثل هذا لا شك أنه كفر، لكن يعني أشياء واضحة معلوم يعرفها كل أحد، من يسب الله عز وجل أو يعني يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبه، هذا كل المسلمين يعرفون ذلك، كل المسلمين يعرفون ذلك، ومن فعل ذلك وهو كافر. ولكن أهم شيء عند الإنسان أنه سواء كان يعني والناس سواء في هذا العلم أنه غير سائر العوام والخواص، كل يعلم أن هذا لا يجوز، فعليه أن ينصح وأن يرشد وأن يبين، ولا يترك الناس يعني يقعون في مثل هذه المحرمات وهو قادر على أن يعني يفيدهم وأن يساعدهم ويعينهم على أنفسهم وأن يخلصهم من الوقوع في حبائل الشيطان. الإنسان يحرص أن يكون سببا لهدايتهم، وإلا فإنما من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر.